السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحد الأخوة التقيت معاه عن طريق صدفة، فلاحظت أنه متضايق ومتكدر. وش فيك يا أخوي؟ قال لي: يا أخي أنا أحس بضيق في صدري. زين، وبعدين؟ قال لي: لكن بصراحة لما أسمع أغاني أو الموسيقى الهادئة هذه يقول يرتاح قلبي. ليش؟ قلت له: يا أخي الله يقول عز وجل في كتابه: ألا بذكر القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أم ألا بذكر الأغاني تطمئن القلوب؟ فوالله طأطأ رأسه وقال لي: يا أخي كيف نحن نغفر عن كتاب الله عز وجل؟ حتى دمعت عيناه. والله هو يكرر الكلام هذا مرة ثانية ويقول: كيف نحن نغفر عن كتاب الله عز وجل؟ الشاهد من القصة يا أخوة أن بعد 4 سنوات التقى معي هذا الأخ وسلم علي: وكيف حالك؟ وتنشد عن أحوالي. فقال لي: تذكر من 4 سنوات الموقف اللي دار بيني وبينك؟ قلت له: هي نعم. قال: والله من هاك الوقت ليومك هذا ما سمعت أغاني. 4 سنوات. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ترى الناس فيهم خير والله. الله بالأخوة، إذا أمرت بالمعروف فليكن كلامك بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فليكن كلامك ليس به منكر. الله يوفقكم يا أخواني. الله يا دعاة.